تعالوا كده نشوف أول حكاية من حكاياتنا النهاردة، وهي معانا في الاستوديو نسمعها كده. اتفضلي. مساء الخير، ازي حضرتك يا دكتورة؟ أنا سلمى من مصر، وبتابع حضرتك بقالي شوية، وكنت محتاجة مساعدة حضرتك. عندي مشكلة ومش عارفة أعمل فيها ايه. أنا متجوزة بقالي شوية، وجوزي دلوقتي بقى بيجسس عليا. هو كان بيشتغل في نفس الشركة اللي أنا بشتغل فيها. في البداية كانت العلاقة بينا مجرد علاقة عمل وبس، ما كانش فيه كلام حتى برا الشغل. وهو كان جدي جدا، وأنا كنت بحب الناس وعشرية زي ما هما بيقولوا. هو ابتدى يحبني ويهتم بيا، ورغم الاختلاف في الطباع جه بيتنا وتقدم لي. طلب مني اتحجب واقعد من الشغل، وانا قبلت مش عارفة ليه. يمكن زي اي بنت محتاجة يعني حد في حياتها والكلام ده كله. واتجوزنا. اكتشفت انه غيور جدا لدرجة الشك. يعني مثلا عندك لما يرجع يدخل البيت يتسحب عشان يشوفني بعمل ايه، يقلب في موبايلي، يشوفني بكلم مين. ومع الوقت ابتديت اتخنق وتعبت وطلبت الطلاق. لكن اهلي شايفين انه ده عادي وكل الرجاله كده. يعني بس الموضوع بقى وصل لدرجه اوفر كتير قوي. يعني في كل اللحظات حسسني ان انا نفسي مش حاسه بالامان معاه. درجه الشك اللي هو بيشكها وطريقه التجسس. انا بجد انا تعبت نفسيا يا دكتوره. انا بجد مش عارفه اعمل ايه. ارجوكي ساعديني وردي عليا. مستنيه حضرتك. بصي، جزء كبير من غيرته عليكي إنه كان شايفك محبوبة من الكل، وإنك كنتي اجتماعية زيادة عن اللزوم شوية، وبالنسبة له هو زيادة عن اللزوم قوي. طلب منك إنك تقعدي في البيت وإنك تلتزمي بالحجاب، وإنتي وافقتي، ودي نقطة كويسة جدا في حقك. هو دلوقتي بتقولي إنه بيشك في كل حاجة. عندنا مثل بيقول إيه؟ امشي عدل بيحتار عدوك فيك. اعملي نفسك مش شايفة. هو انت بتعملي حاجة غلط؟ ما انت ما بتعمليش. دخل فتش في اي حاجة ما تبينلوش اصلا انك شفتيه. عمل اي حاجة انت متأكدة انها شك، ومش بقول غيرة، اعملي نفسك ما تعرفيش. اوعي تنطقي كلمة وتقولي له انت بتشك فيا. انت بتقللي نفسك، انت فوق الشك. لكن ممكن تقولي له ايه؟ انت هتفضل تحبني كده لغاية امتى؟ انت هتفضل تحبني لما يجي يوم تموتني من الحب والغيرة. فيبتدي هو كمان نفسيا يطلع من دايرة الشك لدايرة الغيرة، وانت هتدخليه في دايرة الحب. انت كمان اشغليه، غيري عليه انت كمان. هو شغلك بحالك. لا لا لا، انشغلي بحاله انت كمان. يجي يقول لك انت النهارده فين، تقولوا لا لا استنى، انت كمان قول لي. طب ده انا قاعده في البيت، انا عايزه اعرف انت بتعمل ايه. ما انا مش هقعد كده في البيت وما اعرفش جوزي بيروح فين، لا تتاخد مني. هيبدا يحس انك مركزه معاه وخايفه انه يروح من ايديكي. ده لوحده هيطمنه انك انت عاوزاه هو. ده لوحده هيأكد له ان مفيش حد في حياتك. جوزك بيحبك، ولو كان بيغير زياده او نسميها يعني مريض بالشك شويه، انت في ايدك تعالجيه. انا ده رأيي.